يسعد الله مساكم يا رجال، كيف انتم؟ كيف حالكم؟ اعذرونا لما قام من يوم تم اختراق حسابي وبز صور شرفي. اسال الله سبحانه وتعالى انه يهتك عافيته من جسده، اما شرفه ما كان تشرف كله يمني. صاروا كيف قاشيبكم. اشهد لله ان انا داخلي يعني كتمه لو تتفجر تدمر مدينه، لكن ما يفرجها الا هو. وبشركم معروفين وما مش فاتكين ينشروا صور، لكنهم إذا نسخوا صور واخترقوا حساباتهم ولا تلفوناتهم ولا شيء تنتشر الصور لا يلومون لأنفسهم. تمام. أما بالنسبة للملاحقة والله ما أترك ولا أفلت له لما أكشفهم أمام العالم إلا يجي وقال يا أبو حيدر بقى علي وخلاص، وأنا ملتزم بأي صورة تخرج نهائيا أعفي عنه. أما يعني يظل هكذا يخترق واسكت عليه، ما يسكت إلا عديم شرف. تمام. وبالنسبة للاتهامات أنا ما اتهمكش أحد، وراجعوا منشوراتي من البداية. نشرك عن بريد إلكتروني دخل يعني ايميلي، اخترق ايميلي وحسابي، ونشركوا على الرقم واتساب يعني الذي راسلني وابتزني، هذا الذي نشركوه. اما اننا بحث عن اسم ونشركوا البحث او باسم اي تطبيق طلع الاسم ما نشركوا ولا تحدث ولا تخابرك بصوت ولا بصورة، وكان منشوري للشعب اليمني كله، هم الذي بحثهم، وسواء كان باسم الشخص أو فلان أو بغير اسم فلان، أنا ما أبوش معي ما حددكش. تمام. فلذلك لا حد يسيء الظن، يعني يسيء لأي شخص. تمام. والذي الجهة المختصة هي الذي تقوم بالواجب بعد ما نكمل باقي جميع الإجراءات والتأمينات، هي الجهة المختصة الذي شتبحث وتطلع التقارير، وهي الذي تبرئ كل إنسان، والذي يطلع بريء عشان يطرحه بحذيتنا هنا ونعتذر منه ويتحملنا ويطرح نفسه بموقفي، وهو ما هوش بريء من الموقف. مثلا يقول أنا رقم كان مثلا بحسابي، رقم كان باسمي وانسحب مني، معناته إننا أتحمل الموقف ما زال. إذا كان الرقم للآن لم يتغير ما زال باسمي أتحمل مثلا الموقف، ما أكونش أستعجل وأطور البراءة، لا، أتحمل الموقف إلى أين أبو حيدر يكمل إجراءاته ويكتشف الحقيقة. لما تكتشف الحقيقة تظهر براءة كل بريء. تمام. وما زال أنت بعملك وبعد حالك ما حاعتديك لا دولة، وإذا الدولة السعودية استدعيتك وتبين من الأمر رجعك طلبك الله، خلاص إيش اللي يخوفك وإيش الذي معناته أكبر براءة إنه ما حد اعتقلك وخلاص. تمام. وأتمنى إنكم قال لا تعذروني على تصريحي هذا، لكنه الأمر تحت السيطرة الحمد لله. ولو بلغوا على صفحتي الآن، صفحتي هم كانوا يخترقوا بالزي ما قدروش بفضل الله، لكن على بلاغات وقيود على بلاغات يعني كبيرة، يحاولوا يقطعوا رزقي أنا وجهالي وأسرتي وكل مستضعف. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يقطع رزقه ويجعله يسأل ما بأيدي الناس. تمام. والقضية ورائه حاجات كبيرة. تمام. ورائه عمل منظم، معناته من قبل أطراف، يعني أنتم مش تعرفوا كل شيء. لحن احنا ما نشتش نعلن العلن لما نكمل البيانات والإجراءات وديناها للدولة، والدولة تجمع جميع الأطراف الشبكة هذه الذي سرحه واللي دعمه واللي فرقوا واللي تآمروا والذي سرحوا والذي دخلوا حساباتي والذي أمنكوهم، ركزوا، والذي أتمنكوهم. تمام. الذي أتمنكوهم وخانوا الأمانة. الله يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله ننتقل من عمل إلى عمل مو أما بالنسبة للصور حتى لو مش فاتك، بس والله إنه واحد يشعر مثل
كأنه اللي اختطف اختطاف، ماشي أخذ صورة وسطي كأنه اللي بزي اختطاف، لكن الأمر لله وبيد الله وحسبي الله ونعم الوكيل.